السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، أحب أعتذر إن هو ما كانش موجود الفترة اللي فاتت، بس ده كان ظروف صحية. النهاردة هنشتغل على الفايب كودينج مع بعض، وهنشوف هنقدر نقدم إيه يعني في الجزئية دي. آه، لافيبر معانا كريدت من لافيبر، ومعانا البروجكت هنا هنسميه نقدر. آه، مثلا هنقوله إيه؟ هنقوله لافيبر لايف، لايف، نيجي بعدين نقول له كيس كده. طيب، المفروض إن إحنا هنعمله تول بلافيبل، تمام. وهنحاول مع بعض إن إحنا نبني حاجة باستخدام لافيبل وكارسور مع بعض الاتنين. دي كده أول حاجة. لو مفكر إن هو يخلص النهاردة بنقفل قفلة مش عادية. الانتف عندها 3 ايجنت. عندنا ايجنت اسمه بلانتيف لاير، عندنا بلانتيف سيرفيس، وعندنا ايجنت تريب ادفيزور ده لسه ما اتعملش. الاتنين دولت معمول ليهم هوست على آه، تليجرام، ممكن تخش تشوفه، وسايب اللينكات اللي انت محتاجها هتلاقيها موجودة في الوصف بتاع الفيديو في الكومنتات، تمام. طيب انا بس اشوف اللايف كده واعمل له شير بحيث الناس تيجي، او اعرف كده لو حد اي حاجة انتوا عايزين تعملوها قولوا لي عليها في الكومنتات عشان نعرف الناس اللي في لايف بس. وهنبدأ كمان 10 دقايق بكتير أوي، 5 دقايق الناس تتجمع بس كده مع بعضها بحيث إن إحنا نكونوا قادرين نشوف الدنيا. آه، مفيش سبب معين يعني إن إحنا ما نستخدمش اللايف الفايب كودينج في الشغل بتاعنا، بس خليني أوضح لك الفكرة أكتر. الفايب كودينج هو هيكون المستقبل بتاع الديفلوبمنت قريب جدا. ال LLM بتتدرب على موديلز، على انواع كتير من الكود. ولاحظ في كيرسون مثلا على سبيل المثال انت بتعمل ابديت للكود بتاعك وبتصلح الايرورات. البروفايدر اللي بيقدم لك سونيت، البروفايدر اللي بيقدم لك الموديل ذات نفسه، اللي هي الشركه بتاعت كلاودي مثلا، هتقدم لك آه، موديل اقوى منه بتدرب على كل الغلطات بتاعته الصح. فهيبقى عندك موديل اقوى في الكود. كيرسور ذات نفسه بياخد الاكواد بتاعتك بيتدرب عليها، تري بياخد الاكواد بتاعتك بيتدرب عليها. في النهايه هيكون عندنا موديلات قويه جدا من اول مره بتشتغل. انا كان في تول كنت عايز اشاركها معاكم، ولكن خلينا دلوقتي نشوف حاجه تتعمل من الحاجات الجميله اللي هنا دي، ونشوف هنقدر نوصل بيها لايه. يعني انا شايف ريميكسات لطيفه، بس تعالوا نختار حاجه معينه من الحاجات دي. مثلا دي، يعني أنا شايف دي كويسه. هو ما اختارهاش ليه؟ ما عملناش ريميكس. كاستم سينكينج اي اي عايزين ندي حاجة فيها داشبورد. انتوا سامعين ولا مش سامعين ولا؟ عايز عايزكم بس تشاركوني في الكومنتات لو كنتوا سامعين أو مراقبين
الدنيا معايا عاملة ازاي؟ سامعين الصوت كويس؟ سامعين الكلام كويس؟ كل حاجة تمام؟ قولوا لي لو كل حاجة تمام. طيب، هنا هو استخدم حاجة استمرارت بلانك تو creative right as a narrative good assistant ويقول له أي كود ريبورت تيست انترفيس أبلوكيت عشان واتساب ستايل شات. طيب احنا مش عايزين ده، ولكن احنا هنعمل له حاجة أشبه بده شوية من ناحية اليو اي. أنا مش مخطط الصراحة لللايف ده أي حاجة، احنا هننزل نجرب حاجات مع بعض. بس أنا عايز أوريكم السايكل كاملة اللي بيتم وأنا شغال، بتمها ازاي وبنهيها ازاي بالظبط. طيب تعالوا نشوف الدنيا كده هتبقى عاملة معانا ايه. المفروض في اللي احنا نجيبه من شات جي بي تي كومنت ونكتبه على شات جي بي تي الأول وبعدين نستخدم هنا. بس أنا هستخدم هنا على طول. فا أيوه، كريت اب شات اب اس انونيمس. لا، شات اب هيحتاج سوكيت اي او، هيحتاج بايت او. عايز حاجة ملهاش علاقة بالحاجات. طب نجرب الحاجات اللي أنا عملتها قبل كده. زي ما حصل المفروض. تن 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 تن. معرفش، لو عندكم فكرة قولوا لي، أنا أفكاري في الناس ده. لو عندكم فكرة قولوا لي لأني أفكاري كان ده. هيتعمل إيه؟ إيه اللي ممكن نعمله؟ أتفرج على الحاجات دي كده مثلا. دي فكرة كويسة اللي أنت effort living detail level was feature. لا أول agent living cloud. لا أول marketplace online. لا أول رحلة البحث كانت كل يوم دي أنا عارفها كويس أوي. لو حد عنده فكرة يكتبها في الكومنتات. يعني بلاش لافيبل، تعالى عناوين زيرو. زيرو ريسورس. اي اي شات انترفيس. عيد. ايه تاني ايه تاني ايه تاني.
اعمل سكرابنج تول بسيطة. ماشي. سكرابنج تول بسيطة. ماشي يا شيخ. أهلا وسهلا بيك. تعالى نعمل هنا سكرابنج تول بسيطة. طيب، أول حاجة هنحتاج إيه في السكرابنج تول البسيطة ديت؟ هنحتاج إن احنا نعمل AI باك، AI انجينير باك. لو أنت مش عارف الموقع دوت، الموقع ده بيديك باك الستارتر بتاعت ال AI tools بتاعتك. طيب، كان في حاجة هنا في فاير كلاود. أيوه، فاير كلاود. ماشي. بعد كده هنا تول اللي هو بيحول الويب سايت لريدي ال ام ريدابل داتا. تمام تمام. كلاود بتاع السكراب بتاعه، كلاود ان هو هيكون في الموقع ده دوت اكسكلود بس، بشيل بس اللي في البلوك. اي حاجه في البلوك ثواني يكون معايا. انا خلاص هنعمل السكرابنج تول، فخليني اه اكسلود يعني مش هنا. طب احنا هنشتغل بايثون وهو عمل كده، فاحنا هنشتغل نود جي اس فهو اشتغل نود جي اس. احنا جاي هنا وجايب الداشبورد بتاعتي. الداشبورد اساسا فيها كريدت انا كنت حاطه. طيب تمام. البلاي جراوند الاي كي بتاعي. آه، حد عايز يستخدم الاي بي اي كي انا هشيله كده كده لما نستخدم الستيشن ده بس كده خلاص. I want to create scrap to make it submit. Okay. لا idea. صح. أيوه. طيب. لا. طيب. لا. يب. بعدين احنا جاي قايل له بام 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 بام. هو ما عنديش طريقة، هو ما عنديش طريقة. فين لا مش كويس. عندي هنا فاير كلاود. فاير. ايوه. 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 اللي هو قبل كده. طيب. طيب. الفيديو اي كي بتاعنا.
يلا. معرفش بقى هو هيفهم ولا مش هيفهم. لو فاهم فاهم. اقول لك هنعمل ايه. المفروض اللي انت عندك دوت على لافيبل. انا يا مصطفى. انا مستني يخلص كده فهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي ثانية واحدة بس. آه الفكرة دلوقتي اللي احنا عندنا البروجكت بينزل على لافيبل. فالاستراكشر بتاعه الاستراكشر بتاعه بيخلص على لافيبل. فده اول فيرجن. انت معاك 5 كريدت. ما ينفعش انت تستخدم ال5 كريدت كلهم على لافيبل. بتعمل ايه؟ بتعمل هنا لينك مع جيت هاب. بعد ما تعمل لينك على جيت هاب بتاخد الريبوزيتوري يو ار ال وبتشتغل في اللوكال عندك. اللوكال عندك هيشتغل على نفس البرانش بتاع الريبوزيتوري اللي على جيت هاب. فاي ابديت بيحصل هنا انت بتعمل ابديت ريفريشنج على الافيبل فبيسمع عنه. طب انت ليه امتى هتستخدم الكريدت بتاعت الافيبل وامتى هتستخدم الكريدت بتاعت كيرسر او تري او زد او ويند سيرف؟ الحاجات دي المشهوره دي. هقول لك لو عايز ادخل تكنيكالي، عايز تدخل تكنيكال استخدم كيرسر او استخدم تري. لكن لو عايز ترسم لوجيك او عايز ترسم يو اي او عايز ترسم فانكشناليتي او عايز ترسم ديمو ذات نفسه فانصحك ان تستخدم الكريدت اللي هم ال5 كريدت اللي بيكونوا موجودين بتوع اليوم على لافيبل. بس وتبدا ان انت تستنى كده لحد ما تبتدي تظهر معاك ملامحها. الملامح الاوليه ممكن تكون مش واضحه قوي. البروجرام بتاعك لازم يكون واضح. اللي انت عايز تعمل واحد اثنين ثلاثه بس انا ما وضحتوش قوي. هو انا معتمد على ان هو هيفهم وهو هيفهم فعلا وكل حاجه كويسه. ممكن يكون معانا ضيف في الحلقه فانا مش عارف بقى. بس نتفق اهو. وبعدين بس المفروض هنا نجهز الدنيا. خلاص. طيب هنبعت لي ضيفنا فين ستريم يارد. تعالي ستريم يارد. طب عايز ادخلكم منين؟ استنى بقى اذا بستكشف انا حاسس ان انا عبيط قوي في البتاع دي. تعالى يا انفايت جيست. انفايت جيست. انفايت جيست ستوديو. نبعت لي مصطفى. ادخل على اللينك ده.
طب انا مسحت نفسي، انا عايز اشيل ايه اللي أنا فيه ده. احنا اتنين ومعانا بريزنت. ايوه كده، اتنين ومعانا بريزنت. هي لسه ما خلصتش، السيرفر ده شغال على فكره. بروجكت هتكونكت جيت هاب بقى. هنكونكت جيت هاب وهنعمل كده. بقى معاك اللينك ده، هاخد اللينك ده هنا. تيرمينال، افتح تيرمينال جديد. انا عامل جيت تيرمينال ديفولت بتاعه مخليه يبقى جيت باش. ايه يا مصطفى عامل ايه؟ ات ستيج. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا لؤي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ هلا زمان. اهو فعلتك يا عم. انت معانا كده ولا ايه الدنيا؟ انا مش سامعك. معاك. سامعني؟ سامعني ازاي؟ انا سامعني. اسمع منين؟ يعني ما تعديهاش في الطريقه ازاي دي؟ انت المفروض سامعني كويس يعني أنا المايك كده شغال والدنيا شغاله. انا مش سامع. انا سامعك، هل تسمعني؟ حاضر. انت بتسمع بالسكرين يا ابني متهيألي مش من فيسبوك. طب المفروض كده يكون الصوت بتاع مصطفى ظاهر. بس هو مش ظاهر. سامعني؟ انا حاسس. ايه؟ انت قفلت المايك بتاعك يا لؤي. انت قفلت المايك بتاعك يا لؤي. كده تمام. كده تمام. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. قبل ما اكلمك كنت شغال بعمل برودكت لطيف كده صغير باستخدام فاير كراول. هشام هارون قال لي اعمل اداة كراول بسيطة، فشغالين عليها اهو. قشطة. طيب فيكس. انا قلت له ان انا عايز اعمل اداة كراول، وفهمته الدنيا عاملة ازاي، واديته الاي بي اي كمان بتاعي، واديته دوكيومنتيشن كود الانتجريشن بتاع فاير كلاور اللي هو هيستخدمه، اللي هو كده كويك ستارت. وبعدين بتقول حاجه. لا معاك كم. وبعدين المفروض دلوقتي ان هو هنهندل بقى الدنيا ازاي، امتى اكلم لافيبل وامتى اكلم، ايوه بس كده صح، امتى اكلم لافيبل وامتى اكلم آه كيرسور. بس كده اهو. لو انا قلت له هنا مثلا عايز لي الداتا اللي هنا. طبعا لافابول حلو في اليو اي يعني. اه حلو في اليو اي فعلا. صح كده. فبقول له عايز اجرب بقى الدنيا ماشيه عامله ازاي. لو قلت له مارك داون سكريب ويب سايت، شو هيسكريب ولا مش هيسكريب. طب ايه سكسسفولي فين الداتا؟ انت لطيف. انت لطيف بقى. طيب كده انا يعني الهندله بقى في الحته دي، يعني دايما هنا بنقع واحد. هنا احنا معانا 5 كريدت بس من لافيبل، خلصنا منهم واحد عشان نبني البرودكت البيز بتاعته. حلو. بعد كده قلت ان احنا عندنا هنا انتجريشن مع جيت هاب، اروح انا اخد اللينك هنا واروح فاتح كرسر وافتح التيرمينال بتاعي واقول له هنا جيت كود. فهو ده هو عمل لك الكود كده على جيت هاب. فاكر ان احنا عملناه من سنه ونص لما كنا عاملين انتجريشن مع جيت هاب والكود اه جيت هاب توكن ايوه. انت قعدت عملت لما كان التوكن الموضوع مش شغال معانا، دلوقتي بقى في ام سي في يا معلم. اه كان من كنا سنه ونص. عاملين حاجه كانت بتاعت يا مصطفى كنا عاملينها. ايه
كانت بتاعت ايه؟ كانت تقول ايه؟ كنا بنعمل كود ريفيو كلو. وبنبوش كود على جيت هاب. ايوه. اروح جاي عامله كده. طيب بروجكت اهو. بعدين اروح جاي فاتح التيرمينال تاني. سي دي فاير كلاود سكريبت. بص بقى، المفروض هنا اروح جاي ساحب جيت ام بي ام انستول باكج ام بي ام. هو معمول لي فايت ماشي ولا بيت. طيب تعال نشوف بس ال بيج اندكس تراي سكرابر هوكس يوز موبايل يوز كلاس. ماشي، هو عامل يو اي بتحفة الصراحة، بس عايز اتأكد ان هو ربطه اصلا بباك اند ولا مربطوش بباك اند. اهو ماشي. ستارت سكرابينج. ماشي، هو ربطه بباك اند وربط كل حاجة تمام. بس يعني الريزلت مش باين. فاحنا هنشتغل بقى مع كيرسور عشان نبين الريزلت بعد ما الباكج دي يحصل لها انستول. احنا سامعينها كويس. ماشي. ايه الاخبار يا مصطفى؟ عامل ايه؟ نانسي عامله ايه؟ ماشي الحال الحمد لله. انا وانت مختفيين الفتره دي. الدنيا بقى طيب بما انك انت لسه قدامك حبة وقت، تعال نجرب هنا كده. after using website button with the result of the Scrabble website in the format. Make sure you use طيب وانا كمان خلص، فانا هستنى هنا لو ما عملش اللي انا قلت له عليه. مش هتحتاج اصلا كيرسر تقريبا. خلاص على كده. شفت الباكج ديت يا مصطفى؟ لا. ديت اسمها ستارتر باك اي اي انجينير. اه. اللي انت كنت منزلها بوست مقاطع. هي دي. شفتها. نفعتني جدا الصراحة. هي بتدي ديسكاونتس اكتر. اه. عظيم. عملت انتركام. دي انا كنت مفكرها بتاعت ايه فويس ايجنت. في الاخر طلعت حاجه ليها علاقه شبه سي ار ام كده. بس 100% اوف اول سنه. واخدت ايه تاني؟ اخدت فاير كلاور $100. وايه تاني؟ كان في ريندر. ريندر اخدته وعملت هوست ان ايه تاني على بروجكت ليه علاقه بالتف. طيب لسه ولا لسه موديل. طيب هو كده المفروض بيقول لي تمام.
انا جاي هنا ونروح جايين عاملين كده مارك داون سكرابينج and define البيج. طيب كده في اير npm run diff اللوكال والاي بي بتاعي كمان على الملأ. لا مش فارقة بقى، فهقفل ده. طيب لما اعمل كده تشيل ده سواء يجيب لي successful and defining page. انا جاي اعمل هنا كوبيز افكر اطلع عين سي بي نانسي واخليها فايب كودينج. ايه؟ بفكر اطلع عين سي بي نانسي والناس تدخل من على كيرسر ومن على حاجات تكريت الجوب وتبعت الانترفيوهات. تحفة ده. when I try to use في بقى مشكلة أنا لاحظتها بأمانة واحنا شغالين عارف البلوك الثانيتين من كتر اللي تعمل فايب كودينج في بيجي لك لمدة 10 ثواني كده بلوك من كل حاجة. انت مايند بلوك مش قادر تكتب البرومت حتى، اللي هو انت بتبقى واقف في مكانك كده اللي هو ثانية واحدة انا كنت بكتب ايه او ثانية يعني اللي بيحصل. ف استهلاك الفايب كودينج كتير بيأثر فعلا. when I try to use script website result successfully grab it find it page and the model of results not of it. Tell me why. بام 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 بام. انا مخلص كمان الكريدت بتاعت كرسر الفاست ريسبونس. انا بخلص الكريدت بتاع كيرسر في 3-4 ايام بالكتير. هم برضه نفس 3-4 ايام دول. هم ما بيقعدش اكتر من 3-4 ايام حرفيا. هو الشهر بنقضيها كده بقى تنطيط من هنا لهنا. هو عمل ايه هنا؟ هو عمل ايه؟ طب هنا الرو سكرابت ريزولت. هو اصلا كان بيكوميت السكرابت ريزولت. يعني لو جيت هنا عملت F12 كده مثلا start scrubbing format array object scrubbing object اهو. هو اصلا عمل ده هو طلع ريزولت بس ما كانش بيعرف ان هو يعمل لها فيو. طيب ممتاز. فهنا هو هيشتغل تاني سكراب بس return سكراب object سكراب return سكراب complete. طيب complete في حاجة تانية تتعمل؟ مفيش حاجة تانية تتعمل. تعالى نجرب تاني AI engineer back بلاش ديت خلينا في دي
خليني هنا شوف فيها داتا اصلا. لا فيها داتا فعلا. يلا عايز مارك داون. نو داتا was returned from سكراب. لا هو في داتا بترجع من سكراب عادي، بس انت يا معلم اللي مش شايف. الداتا هي رجعت. بص بقى، انت مش شايف كل ده. for results object. لو كنت دوس سكراب 8. يعني انت مرجع داتا فاكر تقول لي انت مفيش داتا؟ انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ فين دي طيب؟ سكراب. انا بكره حاجه اسمها تايب سكريبت يا جدعان. انا بكره تايب سكريبت، بقولها علنا كده. سكراب او ايه؟ سكراب يو ار ال. انا مش عايز سكراب يو ار ال، انا عايز سكراب لكل الكونتنت. سكراب فور كونتنت. كونتنت بس تعبير خالصة كده. تعبير and order return from scope from شوف كده الموضوع على ايه دلوقتي. شكرا يا باشمهندس مصطفى. مصطفى في الأكل. مصطفى كده استنى. هشام بيقول لك مصطفى اكيد راح ياكل. شكله هيك اختصرت. لا انا ما عشان ما باكلش. طيب احنا محتاجين دي تكون فين؟ تكون هنا، تكون هنا. مستني بقى يخلص. مين اللي عايز يدخل؟ لا ما فيش. لا بقول لك الكاميرا دي، انا فتحت الكاميرا اهو. لو بتكلم كده قول اي حاجه انا معاك يعني، بس نشوف اللي عندنا دي. شوف اللي عندنا دي بس. ببص على فاير كراول، احنا كان من ضمن السيرفيس عندنا، فما اعرفش ان هم عملوها ويب سايت. فكويس ان فاير هم كلاود لا الدنيا انتوا بتصوروا بس جدا هي دلوقتي. مش تبع الشركه بتاعت مين ده بلاي. ليندا. هي تبع كانت تبع فيسل بتهيألي فاير كراول. الاساسيه اللي عملها كانت فيسل اظن. انا حاسس ان الايرور ممكن يتلقط بنظره واحده في الكود، بس انا مش في
بس انا مش مؤهل دي الحركه دلوقتي خالص. فسكريب ريزلت سيبك من الريزلت. وانا بيقول لي ايه cannot read properties of undivided reading states. هو هي مش دي بيقرا مشكلة. states. تمام. فهو الريسبونس راجع رو سكراب ريزلت this is false. بتقول حاجه يا مصطفى؟ بقول الريسبونس راجع بس مش فيجواليزد. اه في كي ناقص. سكراب يو ار ال مارك داون والداتا لازم سكراب اهي سكراب يوزر. بس المرة دي هو حصل ايرور، فاحنا نرجع خطوة لورا كده. خطوة لورا خطوة لورا وهنرجع بعينينا بقى. الحل الأخير نرجع بعينينا. بس أنا مش عايز سكراب يو ار ال. أنا مش عايز دي. عايز كويك ستارت سكراب يو ار ال. اه في سكراب يو ار ال هترجع لي داتا بالمنظر ده. حلو. فأنا أستأذنك أنا الواي هتقفل؟ من الشباب اوكي يلا روح. مع طبعا السلامة. أستأذنك بقى. سلامي للشام وباقي الناس. يلا، السلام عليكم. مع السلامة. سلام. طلعتك أنا خلاص اقفل. كيك فروست. مش شايف ايه شارك معايا. اهو الايرور يا هشام. في حاجة مش مظبطة يعني سكراب دي هنا فورمات. بس انا عشان تايب سكريبت ديت مشكلتها معايا مشكلة من زمان يعني. فكومبليتد والتوتال والستيتس وداتا. هي مش بترجع اساس تقريبا. او بترجع اساس مش عارف. خلينا نجرب يو ار ال تاني نشوف الكلام على ايه. نو داتا was obtained from scrapper. بص بقى المفروض ان هو بيقول لك مفيش داتا راجعه من السكرابر. حلو كده. بس لو جينا هنا عند السكرابر ريسيرش داتا ريتيرن فور ريكويست هتلاقي مفيش داتا فعلا راجعه. بس هنا مرجع مارك داون يعني. هو بص هنا الاوبجكت سكراب ريزلت اوبجكت اهو. بس خلاص انا عرفت اعمل ايه. جيب السكراب ريزلت اوبجكت هو ده. هيكون في داتا عامله ازاي بقى؟ مفهوش غير سكسيس ترو. ف if مفهوش ستيتس اصلا. if لو مفهوش سكسيس يبقى فولس. لو سكسيس ترو يبقى this script complete. طيب تعالى بس قبل ما نستخدم دي كده هنا نشوف الدنيا فيها ايه. دي بيتم استخدامها فين تاني؟ اللودر API key scrap website await scrap website set result. دي بيترجع result scrap website. طيب خلاص انا عرفت بيستخدمها فين. فدي بترجع return وcompleted والtotal والstates. طب الstates دي بتجيبها منين بقى؟ ده السؤال. ان الstates مش بتيجي من حتة. يبقى الستيتس هنخليها بدل الستيتس سكسس. معرفش هل كده صح ولا ايه بس خلينا في الستيتس كده بالمنظر ده. تعال نجرب تاني. speak about building project costing sheet with Airtable and vibe coding.
building a project costing sheet with Airtable. الفايب كودينج مع Airtable، ان احنا ممكن نستخدم Airtable آه، او جوجل شيت في ان هما يبقوا كداتا بيز بدل سب بيز مثلا او بدل بوستجريس، اللي احنا ممكن نستخدمهم كده بالطريقة دي. هايل. طيب احنا لسه ان شاء الله يا باشمهندس احمد عندنا ميتنج معاك يعني في شو ان شاء الله يا باشمهندس احمد، احنا لسه عندنا ميتنج ويبينار مع حضرتك عشان نبني حاجه بقى بنكون بنخطط ليها، بس انا حبيت ان انا اطلع عشان انا كنت واعد الشباب بالسيشن ديت يعني، فحبيت اللي احنا يعني اقدمها لهم يعني كفرصه، بحيث ان هم يشوفوا العمليه عامله ازاي، بحيث ان هم يكونوا قريبين اكتر من الطريقه اللي احنا شغالين بيها، اللي اي حد بيشتغل في الفايب كودينج عامه بيشتغل بيها. بس خلينا نكمل. فهنا states script result succeed، خلاص هنا false. طيب تعال نشوف الدنيا هنا. نستفيد منه. ايوه تعال نجرب كمان مرة، اعتقد المرة دي تشتغل اصلا. no data return from scrap. لما هي success و true، لما هي states و true، انت مش بترجع داتا ليه؟ خلينا اشوف السبب في ايه. طيب السبب هنا row scrapper console of scrapper form. هنا بقى بعد ما بيطلع هنا المفروض ان انا بعمل جيسونيفاي، بس الجيسونيفاي يطلع سكسس وستيتس بس، مش بيطلع الفول داتا. تمام، يعني ده معناه ان الريزلت اللي جايه لي من فاير سكريب من هنا من السيرفيس ديت مش بترجع الداتا معاها. طب ليه مش بترجع داتا معاها؟ سكسس ستيتس، عايزة ترجع دي كلها على بعض، مش بترجعها ليه؟ سكراب ريزولت، خليني اشيل دي وارجع سكراب ريزولت شبه ما هي. اشوف بس العيب منين، هل من الاف كونديشن ولا من جيسون فورمات ولا منين بالظبط؟ هو فين الاي بي اي؟ الاي بي اي اهو، يعني الاي بي اي اند بوينت فين؟ هو بيجيب الاي بي اي من الاي بي اي كي، والاي بي اي كي هنا اهو، يعني هو ده الاي بي اي. يعني هي شغاله، هي شغاله اوريدي، بس المشكله في البارسنج بتاعت الداتا مش اكتر. لا ما انا وراها لحد ما اجيبها يعني، اتمنى ما تملوش يعني من اللي حصل ده، بس دي بروسيس على طول هتقابلك وانت شغال، لان الاوتبوت بيبقى مختلف عن اللي انت عايزه يطلع. فبنفضل نحاول لحد لما تيجي. انا وقفت، لو طلعت وقفت الفايب كودينج وشغال على الحته ديت، لان هي مش هتتعالج بالفايب كودينج خلاص، وصلت لمفترض الطرق، لان هي الداتا بترجع صح، بس مش بيكون في ريزلت مظبوطه. فتعالى نحاول كمان مره عشان نشوف بس كده، اطمن ان كل حاجه تمام.
سكراب ريزلت. أول لما تطلع من هنا المفروض إن هو هيقول لي هنا request formatted array markdown. ده request formatted. نقدر return it from scrap مع إن في داتا. بص بقى scrap result بس في مارك داون اهي، يعني في مارك داون، بس الرو سكراب ريزلت ريتيرن مارك داون. أنا حاسس هنا في حاجة، خلينا بعيد عن دي نجرب تاني. سكراب ريزلت هنا دي شغالة تمام، رجعني ده كده كله ويبقى هندير فرونت اند بقى. تاني سكراب ريزلت، فنروح على الفانكشن دي. يا فين يا فين يا فين؟ سكراب اوف سايت، سكراب اوف سايت، فاير اوف سايت، URL format JSONify description full data result. نجرب كمان مرة، نعمل ريفرش. هذا الكود حاضر، موجود ال API، يعني هو موجود. أنا عايز أفتح الكومنت من هنا أحسن، بدل ما كل شوية أطلع أدخل تاني. تقريبا يا هشام أنت الوحيد اللي لسه بتتفرج، الناس زهقت من الإيرور ده. ما أنا وراك، يعني وراك، مش هقفل اللايف غير لما أنت جاي. أيوه أيوه، حلو أوي، جاب لي الداتا كلها. رو سكرابد فروم ريتيرن. هي المشكلة فعلا كان في البارس. فالفول تكست داتا بقى هي دي بوينت، هي دي بوينت. فول ريزلت داتا شغالة تمام هنا. سكرابر فوق، فول ريزلت داتا هي ديت اللي فيها مشكلة. فول ريزلت داتا، فول ريزلت داتا. طيب مفروض سكرابر فوق from you to take out data. فول ريزلت داتا صح كده ولا؟ data format. هنا بقى المشكلة معلم، هنا المشكلة، ولا محتاجك في أي حاجة. ماشي.
لا هي محتاجة بس اقول لك محتاجة في ايه. ده هيجي كده، هيجي سكسس. واخد كل اللوجز دي كده واحطها هنا بس. مع السلامة. على ما اعتقد ان هو هيشتغل المرة دي، لو ما اشتغلش هنستخدم لافيبل بقى. الايرور دي احلى حاجة. ايوه الايرورز على فكرة يعني على طول بتعلم منها حاجة جديدة، دايما حاجة جديدة. يعني انا ما كنتش بفهم تايب سكريبت خالص، ما كنتش بفهم رياكت، ما كنتش بفهم فيو، ما كنتش بفهم ديباجنج، ما كنتش بفهم حاجات كتير جدا. مع الوقت لقيت ان انا بستفاد حاجه كل مره جديده، حاجه جديده انا بتعلمها جديد، حاجه آم، بوصل لحاجه في الاخر. وفي حاجه غير كده، التحدي اللي هو انا هجيبك، اللي هو انا وصلت لمرحله ان هو انا اللي قدامي انا مش هسيبه غير لما يخلص. مش هعديه، مش هغير لوجيك. هغير لوجيك هبرس بعناية، هشوف هو غلطان في ايه. هو يمكن مش بيكون شاطر في كام حاجه، في كام حاجه يعني. يعني مثلا هنا ممكن المارك داون ما تكونش اساسيه. ممكن هنا بص، مارك داون ممكن ما تكونش اول مارك داون، هو كان ممكن يفكرها ليست. ال HTML ما خدش اول واحده. ايه تاني؟ الديسكريبشن ممكن كلمه completed يعني هي مش موجوده اصلا في الريزلت، ف فسكرابت كونتنت، وهكذا بقى من الحاجات. فهو كده خلص. تعال نجرب بقى دلوقتي. اسف، نجرب مارك داون. كويستين اهو سكرابت سكسسفولي وجاب لي، والاداه اشتغلت، هي جايبه لي المارك داون تمام، جايبه لي كل حاجه هي في الموقع، جابتها لي. طب انا عايز بقى اعرض الموقع، جايبه لي كمان بس مش جايبه لي HTML، بس جايبه لي كل حاجه في الموقع. حلو حلو. طب انا بقى عايز اعمل ايه هنا؟ هقول له everything is okay right now. I need from you to add ايه تاني يا ربي؟ to add ايه؟ هي دي بقى برومت بلوك. بيجي لك في نص الشغل كده اللي انت دماغك من كتر العمليات البارسنج انت عملتها، ومن كتر ما انت بتحاول تكلم حد بعيد عنك. على فكره انك بتكلم حد، لما عقلك الباطن بياخد باله ان انت بتكلم حد مش عاقل، فبيبدا ان هو على حسب الموديل. يعني انت بتتوقع ايه؟ لو انت شخص اوبتيمستيك يعني عامه، ولا اقول لك بلاش اقول المعلومه دي عشان بلاش دخلنا ودي اللي مالهاش علاقه بيها دلوقتي. I need you to add markdown preview or HTML preview from the result preview. slow request. شكلنا هنطلع ببرودكت النهارده. حد شاف الايرور وهو بيتحل ولا محدش شافه؟ حد شاف الايرور وهو بيتحل؟ انتوا رحتوا فين؟ الايرور اتحل يا جدعان، انا حلت الايرور. مش عارف حبيبي يا هشام حبيبي. والله انت اللي محاول عليا يا عم اللايف ده. عارف انا لو ما حدش موجود، يعني ممكن عشان طلعت في وقت متاخر،
الناس كلها نايمة عشان بكرة في شغل، بس هو اتأخر بقى. حمل حاجة اسمها رياكت مارك داون رايف برو سانيتايز. حمل مكتبات جديدة فالايرور اتحل. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنخلي البريفيو تبقى في الموديل ذات نفسه. بس ما عنديش اي تعليقات صراحة، يعني لحد دلوقتي كل حاجة ماشية تمام. ناخد ناخد التول، نعمل بقى analysis insights في التول نفسها برضه. طيب حلو، يعني analysis insights عبارة عن ايه؟ نعمل ايه؟ الام انتجريشن، ماشي مفيش مشاكل. ولما جاهزة اهي، ولما موجودة، ولما جاهزة. طيب بس ما أعتقد، مش عارف هل النهارده نعمل الكلام ده عشان وانت سهران يعني معايا، ولا ايه الكلام؟ طب اقول لك على حاجه، ايه رايك تعمل انت بارت 2 بالاناليسيز انسايد؟ ممكن اعمل اناليسيز انسايد يا عم دلوقتي، ماشي، وانت تعمل ايه الايه انتجريشن؟ ايه رايك؟ يطلع اي حاجه بقى ونحولها لاي حاجه، مفيش في اي حاجه معينه. ايوه هي فكره جميله طبعا. شوف بس مين اللي جه. ماشي خلاص اتفقنا. يبقى ده بارت 2، يبقى بارت 1 عندي على البروفايل وبارت 2 عندك على البروفايل. وفي اي وقت بقى شوف انت وقت مناسب ليك، النهارده، بكره زي دلوقتي، مفيش مشاكل. يبقى خلينا نعمل الاناليسيز انسايتس النهارده، وانت هتعمل ايه الانتجريشن على نفس التول. هدخلك في الريبو، وتبقى زي 1 تو 1 كده، يعني انا ببصي لك، انت تبصي لي، انت ممكن تبصي لحد ثالث يعمل حاجه ثالثه، والبروجكت يفضل يكبر 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 ما بيننا. بس ودي هتبقى فكره كويسه جدا. الشباب اللي هم عايزين يبداوا في الفايب كودينج، مش عارفين يبداوا منين، ازاي تهندل الدنيا. كل ده لو تلاحظ الكريدت بتاعت لافيبول عندي لسه استخدمت 2 بس من 5. كل ده هقول لك ازاي كمان هنعمل بوش على لافيبول في الاخر. بس مش شرط، يعني انا مش عايز اشتغل على لافيبول، ممكن يبقى بوش على حاجه تانية. خلينا نشوف كده الدنيا عامل ازاي. اكسبت اول. بص دلوقتي احنا ممكن نعمله ايه. ممكن نيجي هنا، هنا، نعمل هنا كده مارك داون سكراب. حلو، بص بقى هنا، هي مش متظبطة يعني. الصور مش متظبطة لأن هو بياخد الصورة شبه ما هي وبيحطها من غير سايز، فهو لسه محتاج شغل. ممكن أعمله داونلود كمان. طب عملته HTML هتفرج كده. نفس المشكلة برضو، نفس المشكلة. طيب
الصور السايزات بتاعتها هي دي المشكلة الوحيدة اللي هتقابلك في الحتة بتاعت الريفيو. بس نروح جايين هنا خلصنا أول مشكلة حليناها. اد دوت. بص بقى هنعمل ايه دلوقتي. هتبقى جاي فاتح هنا من على كيرسور او من على بي اس كود او من اي حاجه، افتح فيرجن كنترول ويستخدم دي جنريت كومنت مسج. طب ليه نستخدم ديت مش الكومنت مسج اللي انا ممكن اعملها عن طريق جيت ام كذا، جيت كومنت ام كذا. ديت ادق عشان ديت هتخلينا شايفين كل التعديلات اللي احنا عملناها وبيتعمل باستخدام الاي اي عامه يعني. بس احنا جاي نعمل جيت بوش يو اوريجين مين. بام 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 بام. لا جيت بوش. انت عملت تعديلات في اللافيبل، وبعد التعديل بتاع اللافيبل المشكله ما اتحلتش، فاستخدمت كيرسور عشان تحل المشكله. فدلوقتي هتعمل انت بقى، انت عايز تبوش على السيرفر، فانت مش هتعمل تعمل ميرج عامه بين الشغل القديم والشغل الجديد، لان دوت في حته ده في حته ثانيه. فدي حاجه مش صح خالص، ومش بنصحك انك تعملها، وملهاش علاقه خالص باللي هي اللي المفروض يتعمل. ولكن ده حل مبدئي اللي انت ممكن تعمل فورس بوش وتكتب بوش اوريجين مين. كده انت اخر نسخه من الشغل موجوده على فايل كلار على البيز. اتفقنا يا هشام. هنروح جايين هنا ويعملوا sync with GitHub publish file cloud publish. بص بعد ما تعمل كده تعمل ابديت عشان تابديته مع اللي موجود في ال في جيت هاب بس. واول فيرجن من البروجكت بتاعنا اهو سكراب ويف بتاعنا. روح جاي هنا احط له اي ويب سايت. خلينا احط له مثلا هنا ستارت اب انجل جوبز مثلا كودينج ويل دان هنا مثلا. روح جاي هنا حاطط له. سيبك من هنا بقى، انا عايز الموقع ذات نفسه. مارك داون سكراب ويب سايت. وراح جاب لي الموقع اهو كل حاجة موجودة فيه. ده كان أول ديمو، وهنسمي الموقع بتاعنا هنسميه اسم حلو كده لينا ببلش. معرفش ليه مينفعش اسميه، يعني هو الاسم نيم ذا بروجكت. أول حرف من اسمي أول حرف من اسم هشام، بعدين آخر حرف من اسمي وآخر حرف من اسم هشام أهيم. أهيم سكراب أهيم سكراب AHYM سكراب. أي خدعة يا عم. AHYM سكراب. بعدين روح أنا جاي عامل هنا publish project برضه نفس الاسم. عايز أمانج دومين.
نفس المشكلة برضه دومين. أنا مش هشتري دومين أكيد يعني. كده فايب كودينج لسه لم يتم مراجعته، بس لو كبر المشروع دوت اشتري له دومين مفيش مشاكل. بس هيوفر جامد انك تحول اي موقع للام دي، اي موقع لمارك داون هيوفر معاك جامد. مش هيبقى حاجة بقى لسه متفقناش يعني. ببلش ابديت بقى خلاص، مش لازم الاسم، خلي الاسم بعدين. طب هل كده خلصنا؟ يعني انت هل شايف ان احنا كده خلصنا؟ في الواقع لا، احنا ما خلصناش. ايام سكرابر، ايام سكرابر. ف اوبن ات. و وبس كده بقى معانا البروجكت بتاعنا الجميل اللطيف. دي كانت التوتوريال الأولى في لافيبل اند كيرسور. اشوفكم على خير ان شاء الله في التوتوريالز الجايه. شكرا لكم، وان شاء الله نجعلها خلي في مكان الناس تحط الاي بي اي بتاعها عشان الكريدت هتخلص. الكريدت فعلا هتخلص، فخلينا نجرب هنا. دي بقى كونسبت او لوجيك، فخليك على لافيبل. كود او تكنيكال خليك على كيرسور، وافضل بدل ما بين الاثنين في الكريدت بتاعك. ايوه from the user from the user but it's fine. show API key use it. Global key set it change. دلوقتي قلت له على اللي احنا على اللي الشم قاله لي، فهو هيشتغل ان هو يظبط الحته دي كويس، ونشوف الموضوع هيوصل بينا. لافيبل الفيرجن الجديد انا حاسه اذكى، وانا الصراحه نفسي من زمان ان الواحد يعمل حاجه شبه كيرسور، حاجه شبه لافيبل، حاجه شبه الحاجات دي احنا بنشوفها تبقى طالعه من المينا ريجن. و معرفش يعني، كان نفسي من زمان اعمل حاجه شبه كده، بس مش مشكله بقى يعني. خلينا اللي احنا مع الوقت هنعرف حاجات اكتر. في نظام الايديت هنا اوريهولك دلوقتي كمان، بس يخلص هو الاول السكريبت فور. طب موقع شبه ده ممكن يفيدك بايه؟ تعال نراجع مع بعض احنا عملنا ايه من اول البروجكت. احنا جبنا موقع سكراب
ربطناه بفاير كراون، طلع معانا ايرورات حاولنا نظبطها. بص اول لما بتفتح الويب سايت هيقول لك عايز الفاير كراون بتاعك، تروح جايب هنا. ده ما ينفعش اعمل له بي اي. طب استنى كده اهو create. ده الديفولت صح؟ انا مسحته تمام. ده كوبي. بس فين هو راح فين؟ اهو كده. سيب اي بي اي كي، الاي بي اي سيف. تروح جاي هنا وتروح جاي قايل له مثلا موقع شبه ان جي سي او والفان. نعم مكان اسمه ان جي ويب سو. ما انا معاه. والفان جوبز. اشتغل بقى من اشتغل. م? اشتغل. بس هو بسكريب دلوقتي الدنيا. عارف لو طلعت ايرور اتأخر المرة دي. شوف ايه الدنيا. انا ما عملتش حاجة. بس معرفش يشتغل ولا لأ. هو تقريبا عمل ريفرش. حبيبي يا محمد. احنا خلصنا خلاص. فين سكريب دي مشكلة تكنيكال. يعني بص هشام خلينا نرجع تاني للتكنيكال. طيب اي مسج، ملاحظة سريعة، اي مسج انت بتبعتها هنا، اي مسج ايا كانت انت بتبعتها هنا بيحصل بيها كومنت في جيت هاب. اي مسج بتبعتها هنا بيحصل بيها كومنت في جيت هاب. وكل اللي انت عليك تعمله تيجي هنا جيت بول، جيت بول. بس انا هو ظبط الدنيا. فراح جاي قايل له انا على اللوكال بقى لسه صح كده. على اللوكال ام بي ام ران ديب. نفتح اللوكال بعدين نفتح حاجة تانية. فاير كلاود. راح فين فاير كلاود؟ فاير كلاود. جايين هنا. اخلص بقى انا متأخر عن الرز بلبن. اخلص. بام 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 بام. داشبورد. فدي مشكلة كريدت، مشكلة تكنيكال. رايحين على حبيبنا وحبيب الكل. سيف اي بي اي، عملت له سيف اي بي اي. بعدين راح جاي هنا جايبه فول باوند. راح جاي هنا. يعني هو اشتغل هنا ما اشتغلش فوق. ده ايه ده؟ يعني اشتغلت هنا ما اشتغلتش فوق. ممكن يكون اللي غلط في اللينك، مثلا اللينك مش بيرجع له حاجة. فتعالى نجرب شغله من غير حاجة على مثلا لينك شبه ده. سكريب يو اي.
هو شغال يعني، هو اشتغل لوحده ماشي، مفيش مشاكل، مفيش ابديت، مفيش اي حاجه. ابديت يعني خلاص، ابديت على الفيرجن بس. دلوقتي تقدر ان انت تستخدم، انا طبعا همسح كل الاي بي اي بتاعتي اللي انا شغالها، وهتستخدموا سكراب ويف ايهم دلوقتي. طيب هنedit شويه حاجات بقى، edit شويه حاجات في الديزاين. يعني انا قلت البروجكت دي اسمه AHYM، هنخليه AHYM Scrappy now. ماشي سيب. انا معرفش هل الكريدت بتتسحب على الكلام دوت ولا مش بتتسحب عليه، ولكن احنا كويسين. ديليت شوية شوية، ديليت 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 ديليت. بعدين هنا عايز اعدل دي، حاسس ان انا غبي، صح، حاسس ان انا مش ممكن عشان مش مركز بس. ممكن هي لحد دلوقتي تمام. edit scrap me now. بس عندنا موقع جميل فله، اللينك بتاعه خليه معانا، و بس تعمل edit بقى، تعمل سيف، تعمل اللي انت عايز تعمله يا معلم براحتك. ببلش تاني، ابديت تاني، هتعدل في كيرسور قلت لك الطريقه، هتعدل في لافيبل قلت لك الطريقه، مش هتخلص الكريدت بتاعتك، هتطلع كل يوم بروجكت جديد واحد جديد. فرونت اند لوجيك، انفراستراكشر عليك بلافيبل، تكنيكال تكنيكال وكود بوينت وديباجنج عليك بكيرسور او تري او ويندسيرف. بس ده اللي انت محتاجه دلوقتي بس. والديليت لا لا مفيش هيرجع تاني، لا. بس كده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهارده. اللايف كان جميل، كان معانا مصطفى صقر، معانا تغطيه من هشام هارون، معانا ميمز من محمد، معانا برودكت ديزاين من هشام هارون، معانا ديواجنج وسوفت وير انجينيرنج والفيكس كود، فيكسنج كود كان عن طريق ديباجنج في تايب سكريبت. اشتغلنا عملنا حاجه محترمه. هنزل لكم اللينك، وده هيكون تحدي بيني وبين هشام هارون ان شاء الله، ان احنا هنستخدم البروجكت دوت في ان احنا نسرع. يعني انا عملت البارت الاولاني، هو هياخد نفس البروجكت وهيعمل البارت الثاني ويكمل عليه. المشروع اوبن سورس، يعني نجحنا فيه نجحنا، ما نجحناش اتس اوكي، بس هنبيع منه ان شاء الله يعني. وفكره الفكره اللذيذه اللي انت تبدا بيها، تحط الاي بي اي بتاعك وسكراب اي موقع يكون فيه بريفيو. هنضيف بقى داتابيز، هنضيف بقى اللي انت توصل للسكراب بتاعتك في اي وقت، هنضيف اللي انت سكراب اكتر من موقع، اكتر من بيج في نفس الوقت. يعني في حاجات لطيفه يعني ممكن نحطها في التفاصيل في النص. بس ده كان ملخص شديد جدا اللي احنا عملناه النهارده. ده الكود بتاعنا، قلت لك ازاي تشتغل بيه، ازاي تستخدم الشات بتاع كيرسور في اللي احنا نحل المشكله. ولما وصلنا للمشكله ما لهاش حل، فدخلنا ان احنا
نعمل ديباج للكود بنفسنا بس. السلام عليكم.